يا بنات بيطلعنا معي يمه. وليه ما حاجة ليش نبصر لك واحدة منن؟ هي اسمعي، وصلت واحد بمشوار. طيب يا ابني عاد شوف غيرها ولا ما بالله. ومرة طلعت معي واحدة وكان قد الأمر سابرة لو ما طلبت رقمي. لو سمحت يا أخي. شوفي إلا كلمة أخي أتزعل بعدين. إيش قصدك؟ ولا شيء تفضلي يا أختي. أي خدمات؟ شكلك سواق محترم وبالناس، وأنا بحكم عملي ومشاويري الكثيرة يمكن أحتاجك عشان توصلني، فممكن رقمك؟ على طول الرقم موجود ومكتوب من البيت. تفضلي وهذا رقمي. خلاص على جنب، وقفني هنا. هذا هو البيت؟ أيوة هذا بيتي، إذا احتجتك توصلني احفظ أين البيت. على طول جاهز، أي وقت تصلوا احنا نجي. تسلم. تفضلوا. كم حسابك يا أخي؟ عادي كم اديتي؟ هذه 1000. شكرا. ماما. الله والنحسة الذي فوقك يا ابني. طيب ما بش غيرها. ومري يمه كان قد ودفت ودافة الرواح. تخيلي طلعت معي واحدة وصلت لها عند بيتهم، بين اقول لها هذا بيتكم ايش تستفسر علشان نصير نخطب. صيحت وجمعت لي الحارب وكلها امانه، كان قد يدعوا لي قتله. بعدين قرحت رجلي وهربت وتخارجت الحمد لله. ضحكتني يا ابني وانا غافي عليك. ايوه اضحكي على ابنك المنحوس. انا شاسر لا عند ابي ابشر ما عاد عمل مع عمي عبد الله. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله. خيرة الله. يلا خير ما قصرت. يلا في امان الله معك. مع السلامة. يا مي يابا ما عاد زدت ردك خبر عمي عبد الله؟ عذاك هملت تصلي الان. ايوه ما قال لك؟ قال بناتك كلهن مزوجات، باقي معه الا واحده صغيره عد عمرها 10 سنين. قال اذا انت ما تصبر لو ما تكبر صبرتوا. هي عاد انا شاريع. عمي قاسم ما عاد قال لك؟ قال معه بنت عاد انخطبت وانعقدت في نفس اليوم. لو كنت قدم لها قبلها باسبوع اني كانت لك. المنحوس منحوس. طيب وابو جميل ما قال لك؟ ابو جميل يا ولدي رجال كفو وبيعزني ويقدرني. ايوه. وقال لي مشيش اغشك واكذب عليك، بنتي فيها 7 جن. 7 جن؟ ايوه. الظاهر هؤلاء جو من البلاد يتعلموا الشيطان حقنا واستاجروا البنت عزبي يسكنوا فيها. عصا من الزرج. قال بنت مريضه لو ما يطلعوا لها الجن تكسر الدنيا، وانا خايف عليك يا عصي لا تكسرك. لا ما عادش تزواجه، بطلت اتزوج. خاطرك يابا. قال لك 7 جن، انا ناقصني مشاكل. 7 جن جيت كسر الدنيا، ما عاد شيء اتزوج. بكم هتشلني إلى شارع 30؟ سال بكم مشتيتي؟ طلعي. من أول وهي بتشوفني من المراية شكلها قدها معجبة. على الله بس ما تكون مخطوبة ولا مزوجة. انتبه. الحمد لله ما ركزت والله. حصل خير. كم حسابك يا أخي؟ ولا ريال. قصدي عادي كم اديتي؟ 1000 مناسبة. 1000 وزيادة، ولو تشتيها عادي بزيه. لا تسلم. يا ولد تعال
تعال. بسرت البنت اللي دخلت في هذا البيت؟ أيوة. هذا هو بيت ولا بيت من؟ مالك داخل، لو يضربوها تنزل في طرق. أصيّ أجني أص. وهذه حق الجعالة. أيوة هذا بيتهم اسمه ملك، عمرها 19 من مواليد 2005، تدرس جامعة بكلية التجارة، أبوها مقاول وأخوها بالسعودية مغترب. يا سلام، زي بس هذه الأيام روح إجازة، سنجل لا مخطوبة ولا مزوجة ولا عليها خبر. أيوة بس وصلت للمطلوب. الله كيف ظلت طهرة العداء. أنت كل يوم وأنا أجيب لك أخبار الحارة كلها. خلاص تسلم يا بطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عندي ما نفعل. اديني واحد بيبسي حمراء بارد. من عيوني. تسلم عيونك. وهذا أحلى بيبس لأحلى زبون. سلام أنا أفدالك. اسمعني، صاحب البيت هذا كيف ومحترم وكم معه بنات كم معه عيال. ايش بتدور يا صباحة؟ وايش دخلك من الناس؟ كم مع بنات كم مع عيال؟ اقلع منها انا، لا تخليني اسابح ابو. مالك يا عم، اهدى انا أفدالك. وهذه تخزينتك يا عم. هم ناس مساكين قوي ومع ولد بنت ما قد تزوجوش، وابوهم صاحبي قوي. أمك عادي عايشة؟ ايوه وانا اتسير الله يحفظها ويطول في عمرها. أشتي منك خدمة ثانية. اخدمك من عيوني. أشتيك ترسل أمك لا عند صاحبة البيت هذه. ليش تسير لها هناك؟ ما تقول لهم؟ تقول لهم إن في ناس بكرة عجوا لا عندهم يتعرفوا عليهم ويبشروا البنت. وانا اقول حاضر من عيوني. وهذا رقمي يا عم، ابشر ما أردكم خبر وبلغني بالليل. حاضر ولا يهمك. وهذه علشان تهتم بالموضوع. ليش عاد التأخير؟ الآن أصير أكلمهم. لا مش الآن، بخليها لا بعدين، وبعدين قول لهم تطلع لا عندهم، مش ده الحين. خليني أصير لهم. قال المثل الحق البقرة قبل ما توقع عشرة. ما دخل البقر في العشر، من مشعت هذا المثل؟ قصدك من مجبر. سابر يا عم، المهم زي ما قلت لك لا تنسى الدنيا خبر بعدين يا منعه خاطرك. وحساب البيبس. يا هول اقسم لك حق البس. يلا سابر، اهم شيء الدنيا خبر من عيوني. خاطرك. اهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك يا أخي ناجي؟ الحمد لله في نعمة، وأنت كيف حالك يا محفوظ؟ أنا تعب قوي يا ناجي، وقد بين أحس الموت قريب مني. الله يشفيك يا أخي، محتاج زلط أرسل لك. مشيش أنا زلط منك، أشتيك تجي أبصرك وأكلمك في موضوع. إيش الموضوع؟ كلمني نبي نسمعك. لا عندي أبصرك وجها لوجه، على ميد لا أموت وأنا مرتاح. ابشر من عيون الثنتين، وأنت الله يشفيك يا أخي. الو، كيف أنت يا عم؟ معك واصل صاحب البقالة. رحب يا عم واصل. أمي سارت لا عند صاحبة البيت وكلمت تنبا الذي قلت لي. ايوه، وايش قالوا يا عم واصل؟ قالوا أهلا وسهلا ويجي في أي وقت وما كتب الله كتب. تسلم يا عم واصل، الله يحفظك. المهم يا عم، إذا أنت اشتي تدي لعمك واصل أي حاجة كدك عارف أين البقالة. ابشر من عيون الثنتين يا عم واصل. يلا مع السلامة. ايوه هكذا، الله يتممها على خير. اسير ابشر امي. هيا ما ليش بتجنني يا بنتي؟ بينما بلش يما نفس الشكل نفس خلاص. شكلك كنتي سهرانة بيتهيأ لك. هيا بطلي هبالة، قومي جهزي الضيافة، المرة جاية. هياها قد المرة وصلت، أقوم أفتح وانتي جهزي الضيافة. حياك الله يا أم أصيل، نورتي البيت. نورش الله يحفظك. أين ملاك؟ هديك داخل عجل الآن.
حيا سيدي خالة. الله يحييك يا بنتي، ما شاء الله تبارك الله. يا رب هذا المرة الحظ يحالفني ويبشروني إن البنت وافقت. المهم يا لطفية، ابني وصل بنتكم بالسيارة، ما شاء الله عجبته وقال لي محترم ويشيها على سنة الله ورسوله. ونعم بش انتي وبنش. أصيل حالي مسكن بعد حاله ما يغثش حتى النملة، وعاد وطالب سنة ثالث الجامعة بيدرس لغات. ما شاء الله، الله يوفقه. لكن ما بيشتغل ابنكم؟ مع سيارة تاكس بيشتغل عليها، ما شاء الله عليه بيدخل مصاريفه، وإحنا الحمد لله مستورين. ما شاء الله. قلنا لا شي نصب نخطب له، وبعدها هو قدو سنة ثالث الجامعة، ما عاد باقي له إلا سنة وكمل، وبعدها حنزوجه. هذا شيء ما يهمنا. اللي يهمنا إنه رجال يحترمها ويقدرها، لو حتى يعيشها في خيمة. هو هذا يا أختي أهم شيء الاحترام والتفاهم. هيامه ما قلتوا. خلاص يا أختي، ادوا لنا مهل أسبوع ناخذ رأي البنت وأبوها وأخوها، وبعدها تعرفوا خبر. نهي؟ تمام. أيوة يا أختي لطفية. كيف انت يا ام اصيل؟ الحمد لله بخير وعافية، وانتوا كيف انتوا؟ نحمد الله ونشكره. المهم اسمعي. ايوه ماشي. كل ورقنا على ما قلنا لكم. ايوه. ونقدر نقول لكم جدي في موافقة مبدئية. يو الله يبشرك بوجه النبي، الله يحفظك ويديك العافية. امين وياكم. المهم على ما قلت ليش موافقة مبدئية، الباقي لما يلتقوا الرجال. اكيد اكيد، ما هذا عن خليهم يلتقوا ويتجابروا من كل شيء ولا تقلقوا. أيوة. يتعارفوا ويسدوا على كل شيء، وإن شيء نصيب الله يوفقهم ان شاء الله، الله يجعل في ذلك الخير. آمين يا رب. هيا خاطر الشهر. المهم اسمعيني. ايوه. حددوا موعد وبلغونا. نهي على طول على طول، اكيد ما هذا. يلا خاطر الشهر. مع السلامة. مع السلامة. والحمد لله واخيرا شكلها بتصبر لي هذا المره. جنة ما ندني. لا تفرح سيادي يا ولدي، بعدها ترجع تختي، خلينا لو ما نعقد وبعدها افرح بالمره. يما لا تتفاولي، ان شاء الله نصبر لي هذا المره. ان شاء الله تصبر يا ولدي. اسمع يابا، امسك خليني ندق الباب علشان قلبها يدق وتحبني من الحين. زين لا تفضحنيش قدام الناس، صار الطريق خلفنا من الحين.